السلام عليكم، مرحبا بكم في ملخص جديد. قردة سيمون تجمعوا في شجرتهم الأصلية باش يرحبوا بولادة جوج ولاد الملك القردة. الملك سيمون كيحكم على العشرات من القردة في شجرة قديمة في شي بلاصة صحراء الصافانا. فلاديمير المستشار الوفي ديال الملك خلى الملك يعرف بلي كاين مشكل. الظاهر أن الملكة ولدت جوج ولاد بلاصة واحد. الأمير القرد الأول صغير وضعيف، ولكن الثاني قوي وكيبان بصحة مزيانة، حيت القرد الصغير اللي خرج الأول هو اللي غيكون الوارث المباشر للعرش. القرد اللي وصل نصح الملك باش يتخلص من الأمير الصغير حيت هو نادر الشؤم، وقال بلي هو غلطة من الطبيعة، وقال بلي القردة عمرهم ما غادي يقبلوه كأمير ديالهم. الملك رضخ وسلم البيبي لفلاديمير باش يتخلص منه. بينما الملكة ناعسة، الملكة ناضت كتقلب على ولادها مني فاقت، وخلى الملك وعدها بلي غيهتم بيهم ومن بعد ماتت. الملك سيمون قدم ولي العهد فانيا، القرد القوي وبصحة مزيانة للقردة ديال المملكة، وفلاديمير خدا القرد الضعيف للصخرة باش يرميه في فم الذئب. البيبي تشبت بيد فلاديمير وسبب ليه واحد الإحساس أنه تخليه لقلبه في ديك اللحظة، ولكن الولاء ديال فلاديمير كيبقى مع الملك. داكشي علاش القرد رمى القرد ومشى بحالو، بينما القرد الضعيف ما طاحش مباشرة في فم الذئب، ولكن تشبت في شي كرمة. الذئب في الأخير خطف البيبي من الكرمة وعضو في واحد من الجهة من يديه. قبل ما الذئب يقدر يدير ضرر كامل البيبي، قدر الخصم الطويل نقدو. البيبي ما بقاش قادر يمشي بحال القردة، حيت اليد اليمنى ديالو ضرات من العضة ديال الذئب. داكشي علاش المنقذ ديالو اللي سميتو إيان خلاه يركب فوق ظهرو. القرد الضعيف دابا ولا قرد كبير سميتو إدوارد، بقي كيطيح على ظهر إيان حيت يديه وحدة مبقاتش خدامة، واليد اللي بقات مخبية في التبان ديالو على طول الفيلم. هما صحاب مزيانين، ديما كيتخاصموا وكيحرصوا على بعضياتهم وكيسكنوا بعيد على باقي القردة. إيان عنده مشكل في الكلام، داكشي علاش ما كيقدروش يهضروا مزيان. في العش ديالهم الصغير إدوارد كان كيقلب على شي اللي خباه في الحفرة مغطية بالأوراق. سولو عليها وقال ليه ما عارف والو. وبدات الماتش، إدوارد لقى الفار واكتشف بلي الفار كلا الماكلة ديالو وبدا كيطيحو في داك الفار، ولكن مقدرش يجيبو بيد وحدة. واكتشف صمغ الشجرة وخطط يستعملو كفخ للفار، ولكن صوت البوق شوش عليه. البوق كيعني بداية مباراة الكوكوبول، هي رياضة اللي يان وإدوارد كيعشقوها. يان تردد باش يمشي حيت بجوجهم كانوا كيعانيو من التمييز عن باقي القردة. إدوارد قنعو باش يمشيو وسدو فرع باش يتفرجوا في الماتش. القردة اللي معلقين في الكرات كانوا كيرميو الكرة وكيديروا محاولة ديال التسديد في فم الجمجومة، والكرة عبارة عن تمرة جوز الهند. فانيا هو الأول اللي سجل الهدف وحيا عليه الجمهور. مباراة أخرى بدات ولكن تقطعات. مليان حاول يطيح الكرة ولكن طاح هو راسو معاها وزعزع القردة من الكرات ديالهم. الكرة طاحت في حفرة، القردة طاحوا على يان باش يضربوه، ولكن إدوارد فكر بسرعة واستعمل داك الصمغ باش يخرج الكرة. القردة الغريبة تجمعوا حول إدوارد وسولوه كيفاش دار هاد السحر، ولكن فانيا جبد الكرة من إدوارد. فانيا حاول يرمي الكرة ولكن يديه تلصقات فيها بالصمغ. القردة الآخرين حاولوا ينزعوها ولكن حتى هما تلصقوا. الفوضى سالات ملي الكرة طارت من يديهم وهبطات فوق راس الملك سيمون. فلاديمير حاول يحيدها ولكن شد ليه شوية من الشعر. الملك بغى يعرف شكون يتسبب في هاد الشي، ولكن تقلب فوق فلاديمير وولد عمو سيرجي. الساحرة لاحظت إدوارد وسولات فلاديمير واش تخلص من الولد كما طلب منها، وفلاديمير أكد ليها بأنه بالفعل رماه بعيد وهداتو باش يلقى حل. ولكن فانيا سمع المحادثة ديالهم وواجه بي على إمكانية قرض واحد آخر يدي منه العرش. الملك سيمون وعدو باش يدير شي حاجة في هذا الموضوع. إدوارد ويان كانوا في العش ديالهم كيتخاصموا على الجبل الأبيض. يان ديما كيحلم بيه. سيرجي ومورسيل جاو بأوامر من الملك، قالوا لإدوارد بلي الملك استدعاهم
قدام الملك إدوارد واتهموه بممارسة السحر. إدوارد شرح مرة أخرى بلي ماشي سحر ولكن مجرد خداع. اكتشفها وبدا كيعرض بعض من هاد الخداع على الملك. دار تاج من الأوراق وصنع مرآة بملء ورقة بالماء. الملك قدر يشوف الانعكاس ديالو لأول مرة واندهش بالملامح ديالو. إدوارد دار أرجوحة للملك وبقى كيهضر معاه، وفجأة هجم عليهم صراب ديال الحشرات اللي استدعاتهم للساحرة. الملك سيمون طاح من الأرجوحة، وإدوارد اتهم بمحاولة القتل من طرف الساحرة فانيا. أمر بيرميه من الجرف، ويان ما قدر يدير والو غير يتفرج. الملك سيمون طلع وبغى يعرف شكون اللي رمى إدوارد من الجرف. فانيا قال لي أنه حاول يقتلو، ولكن الملك سيمون اتهم فانيا بقتل قرد آخر. إدوارد فاق ولقى نفسه مرمي من الشجرة، ويان كان معلق، ولكن كانت عالية بزاف على إدوارد. باش يوصل ليها مشى وخلى يامنو وتاه في الصحراء. شاف جوج نعامات عمالقة وحاول يطيح العنقود ديال العنب اللي معلق في فم وحدة من هادوك النعامات. في ديك اللحظة تعلم كيفاش يوقف على جوج رجلين بحالهم. ظهرت مجموعة من الذئاب والثلاثة اضطروا يهربوا. إدوارد في الأول كان كيهرب للوراء، ولكن لاحظ الطريقة اللي كتجري بها النعامات. بدا كيجري لقدام وفرح باللي بدابا يقدر يتحرك بسرعة، ويديه وحدة مبقاتش غادي توقفو. القردة الآخرين شافوه كيجري وشجعوه. ثلاثة وصلوا لحقل عامر بواحد القرن وقدروا يفلتوا منهم، حتى ملي واحد القرن شاف الذئاب وجا بدا يجري. دابا إدوارد كيهرب من واحد القرن ومن الذئاب. إدوارد وصل لآخر الطريق، وواحد القرن بدا كيتدحرج بحال الأرماديلوس. ملي شاف الملك سيمون بلي إدوارد غادي يتحطم بواحد القرن، نقز باش ينقضو. قاتل البعض منهم ولكن نقز قدام إدوارد. ملي شاف بلي هو غادي يتحطم، الفوضى سالات والملك سيمون كان مجروح بزاف من القتال. فانيا قرب منهم باش يعاون سيمون ويطلع. الملك سيمون قال لإدوارد بلي هو باه قبل ما يموت. فانيا خدا الجسم ديال سيمون ومشى، وقال لإدوارد ما يفكرش حتى فيهم كإخوة. فانيا توج كملك وطرد فلاديمير على الفشل ديالو في مهمته للتخلص من إدوارد. سيرجي خدا بلاصتو فلاديمير، وداك الوقت جا باش فانيا يختار عروسة، ولكن عوض ما يختار زوجة، فانيا أعلن بلي كل القردة غادي يكونو في الخدمة ديالو وعندو السيطرة المطلقة عليهم. بدات العاصفة وفلاديمير ترفض من طرف كل القردة. العاصفة ولات عنيفة وظهرت زوبعة. إدوارد لقى لوسي في وسط ديك الزوبعة ووقع في الحب ديالها، وجا من وراها ولاو أصدقاء. إدوارد علمها كيفاش توقف على جوج رجلين واكتشفوا النار من البركان. من فرحته إدوارد خدا قطعة من النار ورجع بها القرية وتكلم عليها. القردة ما استقبلوش ورجموه بأجساد النعامات، ولكن لوسي بقات معاه حيت سحرتها النار. سيرجي اكتشف بداو كيعملو القردة كيفاش بداو كيعلموا القردة كيفاش يصطادوا الفواكه والأرانب. الساحرة ما غلباتش فانيا ولكن قتلاتو باش يتعلم حتى هو كيفاش يسيطر على الذئب. القردة خلاو فانيا والشجرة الأصلية ملي ما بقاوش قادرين يصبروا على الجوع. الساحرة استدعات الروح الشجرة باش تخوف القردة، ولكن القرد الصغير سميتو ديغو قرر يتبع الصوت واكتشف أن ما كايناش شي روح الشجرة. كان كلشي من تخطيطات الساحرة. هي حاولت تقتلو ولكن هو تنقد وكشف الحقيقة. القردة خلاو الشجرة ومشاو لعرين إدوارد ولوسي. جيزيلا قردة اللي كانت ديما كتحب فانيا قررت تبقى ورا لوسي وما تستقبلاتش القردة من بعد ما داروا ليها ولإدوارد. ولكن القردة هضروا مع إدوارد وخلاو يتدخل بالنيابة عليهم. وعدوه بأنهم غير غياكلوا ويغادروا، فخلاهم يدخلوا وياكلوا ولكن ما غادروش. دارت الحفلة في العرين ديالهم داك الليلة، وفانيا وجيزيلا تفرجوا بوجوه حزينة. بقاو كيتفرجوا لشهور حيت القردة كانوا كيبينوا
كيبنيو القرية جديدة. إدوارد ولوسي تزوجوا وكانوا كيتسناو ولد، وقرروا يسميوه على اسم صديق إدوارد، إيان. في هاد الوقت الساحرة كانت كتحضر في الانتقام ديالها من القرودة اللي خلاو الشجرة الأصلية، ولوسي كانت مرتاحة في الدار، وإدوارد كان كيساعد الباقي في القرية في الأعمال. وكل قرادة دابا ولات كتخدم على جوج رجلين بحال إدوارد، وقدروا دابا يصايدوا الماكلة ديالهم، وديكو قدر يرسم الرسومات الواقعية. ووقع خلاف بين سيرجي والقردة الجدد اللي كانوا كيقلبوا على ملجأ. سيرجي قال ليهم باللي ما كاينش ملجأ وطردهم. إدوارد حاول يهدي الأمور، ولكن في هاد اللحظة الجراد هجم على القرية ودمر كل شيء اللي كانوا خدامين عليه. سيرجي والقردة تيقنوا بأن الساحرة هي المسؤولة على هاد الكارثة، فمشاو باش يواجهوها. لوسي قالت لإدوارد باش ينقذ فانيا قبل ما يوصل ليه الحشد للشجرة. إدوارد نادى على فانيا ولكن ما جاوش. الحشد وصل للشجرة وفانيا خرج من المخبأ، والقردة وعدوه بأنهم غيخليوه يمشي إلا عطاهم الشجرة، ولكن هو وعدهم أنه ما يخليهم يعيشوا إلا مشاو براسهم. جيزيلا حاولت تدافع على الملك، ولكن سيرجي أمر القردة باش يضربوا فانيا. فانيا قاتل ولكن تغلبوا عليه. إدوارد حتى هو منعوه من التدخل. سيرجي أمر القردة يقطعوا الشجرة ويشعلوا فيها العافية. إدوارد نقذ جيزيلا لكن قبل ما تنفجر الشجرة، ولكن هو تزحلق تحت واحد الغصن مشتعل وعيط على فانيا اللي استسلم وعاون إدوارد، وجوج بجوجهم هربوا قبل ما تنفجر الشجرة. الساحرة بقات في الشجرة وكتمتع بها. ملي جاو القردة المنطقة كلها كانت عامرة بالدخان. الشجرة كانت محروقة كاملة وما بقى فيها حتى حاجة. القرودة فانيا وإدوارد حلوا الخلافات ديالهم وكشفوا العلاقة ديالهم القردة. سيرجي حاول يخلق الفوضى بين القردة، ولكن إدوارد بمساعدة فانيا عيط على القردة وهدأهم، وقال لهم باللي كاين الأمل، وهضروا على العالم اللي كان وراء الجبل الأبيض. القردة تبعوا الطيور للجبل الأبيض واكتشفوا عالم عامر بالأشجار الخضراء والماء والجبال الضخمة. القردة كانوا فرحانين، وإدوارد شاف يان من جديد، ولوسي كانت كتشوف فيه وكيرقصوا وفرحوا. وكنتمنى يعجبكم الملخص ديال اليوم، وإلا عجبكم ديروا الاشتراك في القناة ديالنا باش يوصلكم كل جديد.